وراوه هذاك العجب اللي كان عبارة على صورة ديالي مكتوبة كاملة بالقطران ودايرين فيها قفل. السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحة مزيانة؟ كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو وانتم في احسن الاحوال وفي اتم الصحة والعافية. اش اخباركم واش كتعاودوا؟ كيف دايرين نتوما وكيف دايرين الناس العزاز عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. المهم باش بلا ما نطول عليكم في المقدمه، بغيت نقول للمتابعين ديالي الاوفياء فضلا وليس امرا يدخلوا يشاركوا في قناه الاخت ديالي، غادي تكون قناه خاصه بالقصص، غادي نخلي لكم رابط قناتها في اول تعليق باش هكا ان شاء الله تكونوا معاها كيف كنتوا معايا من البدايات ديالي. ودابا الا كنتوا واجدين يلا نبداو قصه اليوم. صاحبة القصة كتقول: أنا سميتي فاطمة زهرة، السن ديالي 24 سنة، عازبة وكنعيش مع الأسرة ديالي صغيرة، أمي با وخوتي. كبرت وأنا كل عقد من المجتمع والمحيط اللي كبرت فيه، عائلة عنصرية متنمرة من الدرجة الأولى. أول واحد تعرض للتنمر من الأسرة ديالي هي أمي. نهار جا تقدم ليها با باش يتزوجها، وعلى حسب ما كتعاود لي أمي، العائلة ديال با جيرانو ناضو طاحو باش ما يكملش هاد الزواج، والسبب هو با يستاهل وحدة زين من أمي، بحكم أن با كان بيض بزاف، عينيه زرقين وشعرو زعر، وفعلا كان زوين بزاف بزاف سبحان الله، الجمال ديالو كان فريد من نوعه. ايوا أمي في نظرهم كانت خايبة غير حيت لونها سمر، ولكن ما نحتاجش نوصف لكم ملامح وجهها، غير عينيها كان جمالهم بوحديته. وبصراحة ماشي حيت أمي، ولكن كانت كتجيني زوينة على با. كيف ما قلت لكم كنت عايشة في محيط كيقيس نسبة الجمال بلون البشرة، ولكن الحمد لله با كان غيرهم كاملين، كان كيعشق الأم ديالي لواحد الدرجة ما تخيلوهاش، هازها في كفوف الراحة، خاصها غير تشاور بيديها ويقول ليها شبيك لبيك. أنا ملي تزاديت خرجت كنشبه لبا الخالق الناطق في لون البشرة، العينين والشعر. كنت ذكية بزاف وكنجي من الأوائل في الدراسة ديالي. إيوا واش في نظركم واش هاد الصفات غادي يشفعوا ليا مع العائلة ولا الجيران؟ بالعكس، كنت أنا هي هذيك الطفلة المنبوذة بيناتهم، لدرجة أنهم كانوا كيعايروني بشي كلمات على لون بشرتي، بقاو كيحفروا في قلبي حتى كبرت. والمشكلة كنت كنتعرض للتنمر حتى من والدين داك الأطفال، يعني ملي كبرت ووعيت عرفت بلي الوالدين اللي خاصهم التربية، أما حنا كنا غير صغار داكشي اللي كنشوفوه في والدينا كنقلدوه. عندي 3 ديال خوتي ذكور و2 بنات، هادو كانوا ميكس بين أمي وبا، كلهم زوينين قلبا وقالبا، وحتى شخصيتهم كانت عكس الشخصية ديالي، عندهم شخصية قوية ومستحيل تأثر فيهم شي حاجة، واللي عطاهم مثلا غير كلمة يعطيوه 10. فعلا كانوا مربيين ومتخلقين ومحترمين مع الناس اللي كيبادلوهم الاحترام، اما يجي شي واحد بحال هكا يقلل عليهم الاحترام كان غادي يشوف منهم الاخر. وباش نزيد نوصف لكم شخصيه خوتي اكثر غادي نقربكم من اختي الصغيره كاع، وهذه اللي كانت لاحظت واحد الامر هو اللي كان بدل لي حياتي. هذه حسره راه هي الظريفه في باقي خوتي. واحد النهار امي كان جات عندها واحد جارتها للدار غادي تجلس معاها شويه، وكنت في الدار غير انا وامي واختي الصغيره. ايوا هاد الجاره الكريمه جلسات في الصالون، امي مشات للكوزينه كتوجد ما تحط ليها، وانا واختي كنحفظوا. تخيلوا معايا كنا كنفرحوا بزاف ملي كيجي عندنا شي واحد، نط انا واختي نسلموا عليها ونرجعوا لكتبنا نحفظوا. سلمت عليها انا الاولى، ولكن هي سلمات عليا ناقص. وللمعلومه هاد جارتنا كان عندها واحد البنت كتقرا معايا، وكانت ديما كتنافس معايا في الدراسه، غير انا كنت كنجي انا الاولى. المهم سلمت عليها ورجعت للور كنبتسم ليها. ملي سلمت عليها اختي ولات كتضحك معاها وكتشكر فيها في لبسها وزينها، وانا ما ردتش ليا حتى الابتسامه. وباش كملاتها وجملاتها غادي تقارن بيني وبين اختي وحنا واقفين بجوج بينا قدامها. قالت لي بكل وقاحه: علاش ما تتعلميش تلبسي وتعلمي الصواب من اختك وانتي غير مغوبشه لا سر لا ملح؟ واش بقات في الزعوريه والعينين ملونين؟ انا ملي سمعتها قالت هكاك بحال ضربتني اللقوه وعيني بداو كيدمعوا. ولكن اختي الله يعطيها الصحه كانت خدات ليا حقي قدام عيني. تخيلوا غادي تقول جارتنا: علاش ما كتحمليش اختي؟ واش لهاد الدرجه كتحسديها على زينها حتى ولات كتبان لك خايبه؟ الجاره كانت صدمات حيت كانت مولفه كتقمعني غير بوحدي ملي ما كيكون معايا حتى شي واحد، ويمكن قالت حتى شخصيه خوتها غادي يكونوا بحالها، حتى شي واحد ما غادي يرد عليها. ايوا السيده بدات غير كتمتم: لا وعلاش غادي نحسدها ومالي انا شنو قلت ليك، انت غير فهمتي غلط. اختي دغيا جمعات وطوات معاها وهي تقول ليها: يجي عندك الخير خالتي، نوضي وسطك الباب وجرات عليها. امي كانت هذيك الساعه كتصنت من ورا الباب، خلات حتى جارتنا خرجات، عاد جات عند اختي قالت ليها: الله يرضي عليك، هكاك نبغيك وديما دافعي على اختك. المهم كانت عنقاتنا امي مسكينه وبقات كتنصحني باش نتعلم ندافع على راسي، وخا دوك نصائح كامله كانت كتمشي غير في الخاوي.
المهم أنا عاودت ليكم هاد البلان باش تعرفوا الصغيرة والظريفة في الخوت كيفاش مقرصة وشخصيتها قوية عليا. من هذاك النهار وأنا هي العدوة اللدودة لجارتنا اللي جرات عليها أختي. في الأول كنت عدوة غير بنتها اللي كان سميتها عزيزة، اللي كيف سبق ليا وقلت ليكم كانت كتنافس معايا في الدراسة وكنت أنا كنجي الأولى. ودابا وليت عدوة حتى الأم اللي غادي تكره ليا حياتي هي وياها. دازت الأيام وأنا على نفس الحال، ديما المشاكل مع عزيزة في المدرسة، ديما المعاني، ديما حشية للهضرة بدون سبب، والمشكلة هي كنت ديما كنجي أنا وياها في قسم واحد، وشحال من مرة كنبدل القسم غير على قبلها واخا كيكونوا فيه صحاباتي والأساتذة اللي كنبغي، وهكاك غير كنبدل القسم حتى هي كتبدلو وكتباني وكتبقى دير ليا المشاكل وتشكمني للأساتذة. دارت ليا فعلت ليا وتقاطعني في الإجابات وما تخلي ما دير باش تفوق عليا، ولكن في الأخير مخططاتها كاملين كيفشلوا والحمد لله كنجي أنا الأولى، وهادشي اللي ما كانش كيعجبها. في الدورة الأولى ديال البكالوريا باقا عاقلة من بعد ما كنا خدينا النتائج وخرجنا جايين لديورنا، أنا طبعا كنت جاية طايرة بالفرحة حيت جيت أنا الأولى، وتخيلوا معايا كنتمشى وكنزرب باش غير نوصل للدار نفرح والديا، حتى كنتفاجئ بشي يد شداتني من شعري وكتجرجر فيا في الأرض. أنا ما كانش عندي حتى الفرصة كيفاش غادي نهز راسي ونعرف شكون كينتفني، حتى كنسمع صوت عزيزة بنت جارتنا كتسب فيا وكتعاود يا الفاعلة يا التاركة، كتحرشي عليا الأساتذة باش ينقصوا ليا النقاط، كتنقلي باش تكوني أحسن مني. أنا ما نكذبش عليكم ولأول مرة في حياتي غادي نتشجع وغادي نرجع لها ديك الفقصة كاملة اللي صبرت عليها من نهار عرفتها. حتى أنا شديتها من شعرها وجلسنا كنضاربو والغوات ديالنا واصل ما نعرف فين. خرجوا جيراننا كلشي كيتفرج، حتى واحد ما باغي يفك بحال باغيينها فيا، حيت طبعا كنت انا اللي كناكل الدق كتر. حتى جات اختي شدات عزيزه وعطاتها تلخه ديال العصا وهربت بحالها لدارهم. تخيلوا معايا عزيزه هاربه واختي تابعها حتى وصلتها لدارهم. في نظركم علاش اختي غادي تتبعها وهي عاد ضرباتها وبردات فيها الغدايد؟ حيت اختي كانت شافت عزيزه شاده في يديها الشعر اللي نتفاتو من راسي، واختي على ما قالت حتى طلقاتها عاد شافت الشعر صفر في يديها بحكم ان شعري كان زعر. المهم هي هاربه واختي تابعاها حتى عزيزه وصلت لدارهم. مع وصلت الباب ديال الدار حلات عليها امها، تما كانت اختي بدات كتغوت على جارتنا شدي بنتك راه ضربات اختي واخا ما دارت ليها والو، وكتقول ليها قول ليها تعطيني هذاك الشعر اللي في يديها ولا غادي نشوهها يا السحارين يا الفاعلين. أمة عزيزة ما تسوقاتش لختي، غير هي بالفقصة ملي شافت بنتها واكلة العصا شداتها عطاتها واحد الطريحة، يعني كملت عليها وبدات كتعاير فيها. ولكن صدمة من هادشي كامل ماشي هو نتفني نتفك ولا هاد المخاصمة كاملة، المشكلة كانت هي الكلام اللي قالتو عزيزة ملي امها كانت كتضرب فيها، كتشوف فيا وكتقول لي والله لا بقات فيك هادشي كامل انت سبابو، بسببك امي كتعايرني بيك وكتقارني بيك يا الفاعله يا التاركه يا اللي فيك ويا اللي ما فيك. تما انا عاد فهمت كره عزيزه الشديد ليا، عاد فهمت علاش البنت ملي كنا صغار وهي كتكرهني وحاقده عليا بلا ما ندير ليها والو. هادشي كامل كان بسبب امها اللي كتقارنها بيا، وهذا كان اكبر خطا دارته في حياتها. ماشي عيب نكون متفوقه عليها ولا احسن منها في شي حوايج، ولكن حتى هي راه احسن مني في حوايج اخرين وبزاف، عادي يكونوا بيناتنا هاد الفروق. ولكن اللي ماشي عادي هو الام تبدا تعاير بنتها بالبنات الاخرين. داز هذاك العام ديال الباك بسلام والحمد لله نجحت بممتاز، صحاباتي كاملين الحمد لله نجحوا وحتى عزيزه نجحت طبعا، وكلنا تقريبا اختارينا نكملوا في الجامعه بحكم انها هي الحاجه الوحيده اللي قريبه للمدينه الصغيره اللي كنا ساكنين فيها، واخا كاين ترونسبور ولكن افضل من انها تكون بعيده بزاف وخاص نبدلوا السكن على قبلها. ومن بعد شهرين على بدايه الدراسه غادي نتفاجئوا بواحد جارتنا جايه كتخطبني لولدها اللي كان كبير عليا بكثر من 18 سنه، يعني الدوبل ديال عمري في هذاك الوقت. انا طبعا رفضت حيت كبير عليا، با ومي تا هما رفضوا، وواخا صراحه كان الرفض بقينا مع جارتنا على خير وبقينا عزاز عليها بزاف وتا هي كانت عزيزه علينا. ايوا ما كاملاش حتى سيمانه ورا هاد الخطوبه غادي نسمعوا باللي هاد ولد جارنا اللي جا تقدم ليا ورفضته مشى تقدم لعزيزه اللي غادي توافق عليه في البلاصه. انا بصراحه تفاجأت كيفاش دغيا وافقات وهي كانت كتحلم انها تكمل قرايتها باش تعاون والديها، وحتى العريس اللي وافقت عليه كان شرطو انها تجلس ما تكملش قرايتها وما تخدمش. المهم داروا الخطوبه بداو كيوجدوا العرس اللي حتى انا وامي وخواتاتي كنا معروضين ليه، عرضاتنا الام ديال العريس حيت صاحبه ماما بزاف. ملي وصل وقت العرس لبسنا بحالنا بحال المعروضين ومشينا للقاعه اللي كانوا دايرين فيها الحفل. تخيلوا معايا حنا كنا مشينا قبل ما يدخل العريس والعروسه، ولكن ماما عزيزه كانت تما غير شافتنا جات كتجري كتسلم علينا وكتفايش بعرس بنتها قدامنا،
وحيت كانت خضرا ما كتعرفش تهضر، ضروري ما تحشي الهضرة وتبين على غبائها. سلام السلام، مرحبا بكم. قالت لي أنا من دونهم باش تعرفي سبحان الله ربي ولمن كيكتب النصيب، هانتي جا خطبك وتراجع باش يتزوج ببنتي. انا ملي سمعتها هكاك ضحكت، وقبل ما نجاوبها ماما نغزاتني باش نسكت، ولكن اختي الله يعطيها الصحه اللي فايته جرات عليها ديما على القرص. قالت ليها ماشي تراجع خالتي، راه اختي اللي رفضاتو حيت راجل كبير عليها بزاف، الدوبل ديال عمرها. عاد جاو عندكم نتوما اللي تستاهلوه. المهم كتبقات كدور في عينيها وكدور في الهضره مع ماما حتى مشات في حالها. بقينا جالسين مع الناس حتى دخلوا العرسان، جلسوا في بلاصتهم، بدا الشطيح والرديح كلشي كيشطح وكلشي ناشط. وواحد الوقيته كان ناض العريس من بلاصتو كيشطح وكان قريب لطبلتنا، شافنا سلم علينا من البعيد وعزيزه كتشوف فينا. وراكم عارفين الشوفه اللي غادي دير فينا، وخصوصا انا من صواب والادب ماما قالت لينا نوضوا سلموا على العروسه وباركوا ليها. واخا صراحه انا في داك الوقت ما كنتش باغا نوض حيت كنت فكرت النتفه اللي نتفاتني. قلت ماشي مشكل، ارا نمشي نسلم عليها ويا ريتني ما مشيت عندها. تخيلوا معايا، غير وقفت عليها سلام عزيزه مبروك عليك اختي ما درتي. قالت لي علاش جايه وشكون عرض عليك؟ تما انا تصدمت وقلت لها اختي راه عرضتنا غير عكوزتك. ايوا السيده بقات كدور في عينيها، قالت لي ايوا مزيان. عرفتو في هذيك اللحظه لما كان خوالي في ركابي حسيت بواحد الاحراج عالمي، ما قدرتش نشوف حتى في جنابي. اش هاد قله الادب والصواب، راه ما يمكنش هادشي اللي في هاد البنت. اش غادي نكون كاع درت ليها حتى تقلل معايا الاداب؟ ما نكذبش عليكم حسيت براسي تقمعت وغير مرغوب فينا. ملي كانت شافتني هكاك وهي تقول لعزيزه حشومه بنتي اش هاد قله الصواب، عيب تقولي هكا، حنا راه جينا معروضين ومكبرين بينا اللي عرضوا علينا، ما جايينش بالعراضه باش تقولي لبنتي هكا. مي باقا كتهضر حتى وقفات عليها ام العريس اللي كان سميتها رقيه وفهمت الموضوع ودارت في عزيزه. ماما كانت خلاتهم هكاك وجراتنا مشينا من العرس نيشان لدارنا. غد ليه مع الصباح جات عندنا خالتي رقيه كطلب ماما تسمح ليها، وفي نفس الوقت كتعاتبها علاش خرجت من العرس حيت ولدها اللي مكلف بالعرس كامل وحنا كنا ضيافه هي وولدها. المهم مسكينه كانت تحرجات من الموقف اللي كانت حطاتنا فيه عزيزه وحاولت تصلح الامور حيت كان كيحساب ليها امي مقلقه منهم كاملين. ساعه امي عرفتها باللي تقلقنا غير من عزيزه وقالت لامي ماشي مشكل، المهم غير انا متهزيش في قلبك جهتي وتخربي الصحبه اللي بيناتنا من سنين. دازت 10 ايام كامله على زواج عزيزه وفؤاد، حتى غادي نسمعوا واحد الصدمه من عند الجيران ان عزيزه كتطلق هي وراجلها. ماما غير سمعت هاد الخبر عيطات على خالتي رقيه الام ديال فؤاد، سولتها واش بصح الهضره اللي كدور. رقيه قالت لها بصح، وهادشي راه وقع من 3 ايام الاولى من بعد العرس. النهار الثالث فؤاد جرى عليها، والسبب هو الام ديال عزيزه. النهار الثاني من بعد العرس مشات عند رقيه للدار وبقات كتعاتبها علاش عرضتي على فاطمه الزهراء وخواتاتها وامها، وغادي تقول لها واش انا جراو عليا من دارهم وانتي محضراهم لعرس بنتي. كان كبر بيناتهم النقاش، وامت عزيزه قالت هضره ما خاصهاش تقال وعايرات امت فؤاد. ايوا اي واحد ما غاديش يقبل اللي غادي يعايرو وسط دارو. رقيه جرات على امت عزيزه من دارها. امت عزيزه في بلاصه ما تمشي في حالها وتبرد هاد الصداع اللي دارت، ناضت اتصلت ببنتها وقالت لها ها شنو واقع وها شنو واقع. عزيزه ملي سمعت عجوزها جرات على امها هزت حوايجها ورجعت لدارهم، بحكم انها كانت غير مسافره هي وراجلها. ملي غادي يساليو السفر غادي يرجع فؤاد غادي يسكن مع امو. وتما كانت عزيزه قالت لفؤاد ما غاديش نرجع حتى تجي امك تعتذر من امي حيت جرات عليها، عاد غادي ندخل لهذيك الدار. ايوا فؤاد طبعا ما قبلش هاد الشرط اللي شرطاتو عليه، وناضت عزيزه مشات عنده حتى للدار ديالو. ايوا تما فؤاد جرى عليها. الحاصل كان ناض واحد الصداع وكبر المشكل من والو، غير التفاهات والتخربيق حتى بنادم وصل للطلاق. المهم الخلاصه من هادشي كامل فؤاد كان مصمم باش يطلق، واخا عزيزه كانت باغا ترجع بلا ما عكوزتها طلب السماحه. قال لك الام وبنتها بجوج قباح ما غاديش يعيش هاني. دابا تخيلوا معايا هاد المشكل كامل اللي وقع، انا بعيده عليه وما عندي فيه حتى شي دخل. ولكن كنتفاجئ واحد النهار مع داك العصر تقريبا عزيزه جات عندنا حتى للدار كتدق بالجهد وكتغوت عليا بسميتي. انا خرجت كنشوفها مالها حتى غادي تشدني من شعري من باب دارنا وخرجتني للزنقه كتنتف فيا، وفي نفس الوقت كتعايرني بشي هدور ما فيهم ما يتسمع، واتهمتني بانني كندور ليها براجلها وانا اللي حرشتو باش يطلقها ويتزوج بيا، واخا راه في راسها زعما انا من الاول رفضتو بسبب فرق السن اللي بيناتنا. دافعت على راسي ما بقيتش مربع يدي، دقه فيا ودقه فيها حتى دارنا والجيران كلشي خرج كيفكوها مني، حيت ربي في هذيك اللحظه عطاني واحد القوه عمرها كانت عندي. حسيت بالسيده بحال لقاتني حيط قصير وبغات تنقزني، كل مره كتجي كضربني صافي بحال وليت حاجه ساهله عندها. من
بعد هاد المدابزة بمدة ديال شهرين عزيزة تلقات وعاد حطاتني في راسها ديال بصح، ما خلات ما قالت فيا، ما خلات ما صيفطات ليا مع الناس، اش منك يا تهديد، اش منك يا مكائد كتهددني بيهم، داكشي إلا سمعتو غادي يضركم راسكم. أنا ملي كانوا الناس كيوصلوا ليا هاديك الهضرة كينبهوني باش ناخد الحذر ديالي منها، ونيت حتى أنا كنت كنتفادى نتلاقى بها على أساس أنها غير غادي تشوفني غادي تجرأ وغادي تضرب لي مرة أخرى. قلت من الأحسن نبعد من المشاكل، عند بالي هذه هي أكثر حاجة ممكن ديرها فيا، ولكن ما كنتش عارفة هو أن هذيك السيدة كانت كتفكر ليا فشي حوايج كبار غادي يدمروني مستقبلا. دازت الأيام ما بقيتش كنخرج إلا ملي كنمشي لقرايتي، كنت حتى الدروس ما كنحضرش ليهم، والأغلبية ديال الوقت كنمشي غير في الامتحانات، وهاد الشي كامل تفاديًا للمشاكل، وكنتلاقى بعزيزة اللي كنت كنحس بها ديما كتربص بيا وحافظة ليا الوقت اللي كنخرج فيه. المهم أنا كنت كنحاول نركز غير على قرايتي فقط، ولكن للأسف حتى التركيز غادي يقل وهداك الحماس ديال الدراسة غادي وكينقص، نهار على نهار حتى ما بقيتش كنمشي لا نقرا لا ندوز امتحانات، وفضلت أنني نجلس ما نكملش بدون سبب أو مبررات. مالين الدار ما خلاو كيف داروا معايا باش نرجع نقرا، ولكن كنقول لهم القرايه هي اللي ما رجعش ليها. علاش ما باغاش ترجعي؟ ما بغيتش وصافي بلا حتى سبب. وانا راه الداخل ديالي مخنوقه قنطانه من راسي ومن الناس، حتى ما بقيتش كنقدر نخرج حتى لباب الدار. الفتره اللي كنت يلاه جلست كانوا كيتقدموا ليا بزاف ديال العرسان، في الاول كنت كنرفضهم، ولكن من بعد قلت علاش اصلا غادي نرفض الزواج وانا ما باغا لا نقرا لا نخدم، خلينا نعطي فرصه لاول خطيب غادي يتقدم وغادي يكون طبعا مناسب ونتوكل على الله. ما داش حتى شهر ونص على هذا القرار حتى غادي يتقدم لي الاستاذ اللي كان كيقريني في الجامعه، من بعد ما تواصل معايا وعطيته الموافقه باش يجي هو ودارهم، جاو عائلته، درنا خطوبه رسميه وكل شيء كان مزيان. ما نكذبش عليكم ونقول لكم كنت فرحانه وغادي نطير بالفرحه لهذا الزواج، بالعكس كنت كنعس بواحد العقده وواحد الحرقه في صدري بحال شي واحد غادي يسمع شي اخبار خايبه، وفعلا احساسي ما خيبنيش. من بعد 15 يوم على الخطوبه، واحد الصباح فقت على خير وسلام، شديت التليفون ورسلت لخطيبي بلي بغيت نفسخ الخطوبه حيت ما مرتاحاش ليه ولا الزواج منه. خطيبي ملي سمع ليا وحيت كان انسان مثقف تحاور معايا وفهم مني انني ما مرتاحاش معاه وما عنديش استعداد انني غادي نحاول ندير مجهود باش نفهمه، وشرحت ليه ان زواجنا الا كمل غادي يكون زواج فاشل، اللهم نحبسوه من دابا. داكشي علاش تفهم الوضع وانسحب. ايوا والديا وقفوا جنبي وقالوا لي معليش ما مكتابينش لبعضياتكم، ربي غادي يعوض عليه وعليك. وفعلا في نفس السيمانه اللي فسخت فيها غادي يتقدم ليا شخص اخر معرفه من طرف با، كان تقدم ليا شافني وشفتو، كان اعجاب متبادل ودرنا خطوبه رسميه. الا قلت لكم شنو وقع غادي تقولوا لي غير فيك البساله والفشوش الخاويين، ولكن راه فعلا هذاك الشيء اللي كان كيوقع والله ما الخاطري. في الاول كنكون موافقه على الزواج ومن بعد ما كنبقاش مرتاحه، حتى هاد الخطيب الثاني غادي ندوز معاه مده قليله وغادي نقول ليه حتى هو سمح لي ما بقات بيناتنا حتى شي حاجه. الحوايج اللي جبتهم في الخطوبه غادي نصيفطهم ليكم. هاد السيد الثاني كان ما عطلنيش وبحال حتى هو غير على سبه، مع قلتها ليه قال لي مرحبا هي ساعه الربح ومشى في حاله. ايوا لكم ان تتخيلوا والديا اش غادي يديروا لي هاد المره ملي عرفوني تفارقت معاه بنفس السبب اللي تفارقت مع الاول. با كان قريب غادي يضربني حيت حشمته مع با هاد السيد بحكم انه كان كيعرفهم في الخدمه. اما امي دوزت عليا سيمانه في الجحيم حتى وليت كنقول اندمتي وعلاش رفضت السيد. ما نساو هاد البلان حتى صافي ما بقاش ليا الجهد باش غادي نقاوم افعالهم معايا. داز مده 4 شهور عاوتاني تقدم ليا الخطيب رقم 3 اللي شافني في واحد العرس من العائله وهضر مع عائلتي ووافقوا عليه. أنا طبعًا في هاد الخطوبة كنت وافقت غير خوف من با اللي كان سنانو عليا اللوبيا باغي غير منين يدوز ليا حيت فاقصاه. درنا هاديك الخطوبة وأنا ما مرتاحاش، ما حاملاش السيد اللي خطبني، واخا كان زوين في وجهه وفي أخلاقه، ولكن هداك الإحساس اللي حسيتو في الخطوبة الأولى والثانية بقى مرافقني حتى لدابا، غير هو باش نقول ليه لا ما بغيتكش ما كنتش قادرة خوف من با. هاد الخطوبة بالضبط كانت طولات، استمرت مدة 5 شهور حتى بقى العقد والعرس غير 15 يوم. فجأة غادي يوصلني ميساج من عنده كيقول لي سمحي لي انا اللي ما مستعدش للزواج، غير قولي لوالديك يلغيو كلشي والحوايج والكادوات اللي جبت ليك بصحتك بيهم. انا ملي قريت هذاك الميساج فرحت الفرحه اللي عمري فرحتها في حياتي، واحد الفرحه ما يمكنش نوصفها لكم. ما بغيتش نعرف لا علاش فسخ الخطبه ولا شنو وقع، اللي كيهمني هو دعوتي تحققات، هو تجي السبه من عنده حيت ما كنتش باغا نتزوج به. أما ملي كنت قلتها لبا وأمي هاديك حاجة أخرى،
واخا عرفوه هو اللي تراجع لصقوا فيا أنا اللي عاملتو خايب حتى طج وما بقاش باغيني. بقيت من خطوبة لخطوبة حتى وصلت ل6 ديال الخطوبات كلهم يا أنا كنقبل ونتراجع يا الطرف الآخر كيتراجع، حتى وصلت للخطوبة رقم 7 اللي حتى هي ما غاديش تكمل، هادي غادي تفرتك نهار ضريب الصداق. السيد رقم 7 بكثرة ما الخطاب كثروا في هاد القصة غادي نوليو نسميوهم بالأرقام. المهم هاد الخطيب 7 كان ولد عمي، خو با شقيق ومن باه ومو، جا خطبني دوزنا خطوبة قصيرة ما فتناش فيها شهر، ووصل الوقت اللي غادي نديرو فيه العقد. با حيت كان خايف نعاود نفسخ ونحشمو مع خوه دغيا زرب في الأحداث، قال لهم ما غاديش نطولوا الخطبة ونهار العقد غادي ندير ليها نهارها وتمشي مع راجلها الله يعاونها. كنت حرفيا طلعت لبا في الراس. إوا وجدنا كلشي بالخف، عرضنا على العائلة المقربة، درنا مع العدول النهار اللي غادي تكون فيه الحفلة وكلشي كان غادي على أحسن ما يرام. إوا نهار العقد لبست الحوايج ديال العروسة، جاو العدول جلسنا على أساس صافي غادي ندخل القفص الذهبي. حتى اختكم وليت كنشوف ولد عمي اللي هو العريس بواحد الصفة كتخلع، جاني وجهه ولا أكرمكم الله بحال الكلب، بحال شي حيوان ما بقى فيه ما يتشاف. كنغمض عيني وكنقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقلبي كيضرب، كنت كنحس بالجسم ديالي كامل كيترعد وفمي ما بقيتش قادرة نتحكم فيه. ما عرفتش كيفاش حتى جاتني هذيك الجرأة، قلبت عليهم الطبلة اللي حاطين عليها العدول، كتوبتهم وخرجت كنجري. اللحظة اللي خرجت من الصالون كان واحد الثقيل حتى واحد ما فاهم شي حاجة، كنت حاسة بهم مصدومين ولكن أنا براسي كنت ما فاهماش أشنو كيوقع ليا. مع الدخلة اللي دخلت لبيتي طحت للأرض، ما بقاش عندي الجهد اللي غادي نوض به. كنحل عيني كيبان ليا السقف كيدور، وهذه كانت آخر حاجة شفتها في دارنا. ملي فقت كنلقى راسي في السبيطار، ما نعرف ضربوا ليا شبرا وصيفطوني غادي نمشي في حالي حيت ما عندي والو. با امي عمامي عائلتي كلشي كانوا معايا في السبيطار ومخلوعين عليا، ولكن الخلعه ديالهم في كفه والخلعه ديال والديا في كفه اخرى. با مسكين اللي كان كيحسب لي راه غادي يضربني وغادي يدير ليا شي حاجه، كان كيعنقني وكيقول لي مالك بنتي اشنو واقع ليك، صافي الا ما بغيتيش هاد الزواج بلاش من باباه تبقاي ليا غير انت بصحتك. امي مسكينه كانت كتقول لي غير وقفي على رجليك واللي باقي يجي يخطبك غادي نجري عليه من الباب، غير نتي كوني ليا على خاطرك. من هذاك النهار الخوت وانا حالي مبدل كليا، ما بقيت شفت الراحه ولا داك الطعم النعاس. الناس ناسين وانا فايقه كنحسب في الوقت كيدوز، لا هنا النعاس هنا النعاس حتى كيطلع ليا النهار، وعاوتاني كنبقى فايقه حتى الغد ليه. يعني ماشي كنسهر في الليل والنعاس بالنهار، لا كنت كنجمع الليل والنهار، راسي كان قريب غادي يطرطق بالتفكير الزايد كان طغى عليا. وعاد باش كملت الباهيه ولاو كيجيوني هلاوس وكنبقى نهضر مع مالين الدار خوتي والديا، وفي الاخير كنكتشف بلي ما دخل عندي حتى شي واحد فيهم. شكون هادوك الناس اللي هضرت معاهم؟ واش بصح كانوا اشخاص حقيقيين ولا غير كنتخيل؟ الله اللي كيعلم. والديا ملي شافوني هكاك داوني لطبيب نفساني، درت بزاف ديال الفحوصات ودار معايا جلسات سمع ليا فيهم، في الاخير قال انني بخير ما فيا والو وغير السهر والارق اللي كيخليو هاد الهلاوس يجيوني. كان عطاني الدواء ديال النعاس باش نقدر نرتاح ويتحسن الحال ديالي، وفعلا ملي كنت شربت هذاك الدواء ارتاحيت من ناحية النعاس، وليت كنعس بالليل ما كنفيق حتى الغد ليه في الصباح. الصباح راه كنت كندوزو بخير، ولكن غير كيفوت المغرب كنحس بالغمة في قلبي وكنبدا نتخيل شي حوايج كيدوزو من حدايا في شكل بحال مثلا واحد العشية كنت جالسة، قلت أجي نطلع للدار الفوق غادي نجلس شوية في البالكون يضربني البرد ونشوف هكا الناس غاديين جايين، والدار الفوق كانت خاوية كلشي كان لتحت كيتفرج. المهم هاديك الوقفة اللي وقفت في الباب ديال الفصيل اشنو غادي يبان ليا؟ بان لي واحد الحنش دخل من تحت الكنابي اللي وسط الدار، ضربتها بغوته وحده وعتقوا الروح عباد الله. كلشي طلع كيجري وكيقول لي مالكي ما مالكي، كنقول لهم راه واحد الحنش دخل من تحت الكنابي. با وامي وخوتي كلهم هزوا هذاك الكنابي الاول، الثاني ما لقاو من تحتو حتى شي حاجه، وحتى باش غادي نقولوا دخل ما بين الثوب والكنابي لا ما كان عنده منين يدخل. هذاك النهار الدار الفوقانيه كامله تخملات، ما خلاو حتى شي قنت ما هزوهش، وتقول واش كاين اثر ديال هذاك الحنش. وهكاك مالين الدار بقاو موسوسين يكون مخبي في شي قنت. فوقاش غادي يحيد منهم هاد الوسواس؟ هي ملي غادي تعاود ليا نفس البلان. واحد الليله كنا كنتعشاو حتى كنحس بشي حاجه فيها الحراره دازت من حدا رجلي، ملي حيت الميكا ديال الطبله وطليت كيبان ليا كلب صغير واللي كنقولوا ليه حناجرو، لونه كحل ولكن عينيه بحال ديال بنادم. الغوته اللي غوت دفعت الطبله حتى تشتو الطباصل والماكله اللي كانت فوقها، كنقول لهم راه كلب كاين كلب، ومخلوعه وكنترعد. تما مالين الدار عرفوا بلي ما كاين والو، حتى بلان ديال الحناش اللي شفت ما كان منه حتى شي حاجه. في نفس الليله اللي شفت فيها الكلب تحت الطبله قطعت الدواء ديال النعاس،
حيت ولاو كيجيوني وساوس بحال والو ملي كنعس على الله شحال من حنش ولا كلب كيكون تحت ناموسيتي، حرفيًا كنت وليت غادا وكنشرش ورايا لا نشوف شي حاجة. أمي في داك الليلة كانت باتت معايا في البيت اللي كان ديالي أنا وختي، ختي كانت مشات نعسات في بيت آخر، وأمي كانت نعسات فوق ناموسيتها وأنا في ناموسيتي. تخيلوا معايا مع وصلات ل1:30 تما كنت غمضت عيني وداني النعاس. بديت كنحلم براسي فشي مقبرة مهجورة فيها قبور راشين، وأغلبية ديال هداك الشهد اللي كتكون مكتوبة فيه السمية كان طايح بكثرة ما قديمة. كندور على هادوك القبور وكنشوف فيهم الحفاري بحال شي واحد كان كيهبش فيهم وخلاهم بلا ما يكمل، وشوية كنتلقيت راسي شادة عظم في يدي وكناكل فيه بزز مني، وبحال شي واحد كيقول لي غير كولي ما تخافيش، وأنا كنرفض وكنحاول نبعد هذاك العظم من فمي. ملي عاندت وما بغيتش نكمل الماكلة ديال هذاك العظم اللي كان ديال بنادم، نفس الصوت اللي كان كيقول لي غير كولي ما تخافيش مولاه بان قدامي، كان جن والعياذ بالله. جا قرب قدام وجهي وغوت عليا بواحد الصوت في الحلم تسمع بحال غوت في الباف، قال لي كولي ولا غادي نقتلك، وهو يقجني من عنقي. المشكلة هنا هي ملي فقت من الحلمة كنلقى راسي طايحة من فوق الناموسية وكنحس بيدين دايرين ليا على عنقي كيقجوني. ما قدرتش نحرك يدي، ولكن كنت كنجيف وكندير الصوت ديال شخص ملي كيكون كيتخنق، حتى كنشوف امي جات كتجري عندي وكتضربني لوجهي وكتقول لي مالكي، وانا عاد ما كنزيد نتقج وكنكحب. تما امي مسكينه بقات كتغوت اتفقوا ماني الدار كاملين، وكان جا با بقى كيقرا عليا القران، كيقرا حتى هداك الاحساس ديال الاختناق مشى لراسو. ملي وعيت براسي عاودت ليهم باش حلمت وباش حسيت ملي فقت، حيت كيف قلت لكم الوقيته اللي كنت كنتخنق راني فايقه حل عيني وواعيه باشنو كيوقع ليا. المهم ملي عاودت ليهم شنو وقع، با حتى هو كان بات معانا في البيت حتى طلع علينا النهار. انا ما كنتش رجعت نعس، بقيت فايقه حتى وصلت 7 عاد بدا كيطلع النهار، وتما قدرت نعس شويه. الوالد ديالي ملي دخل كان جا مسكين سول عليا وبقى كيعنقني وكيقول لي ما تخافيش حنا معاك وان شاء الله غادي تولي بخير، وبدا كيهضر معايا في الحاله والوضع ديالي، وكان سولني واحد السؤال اللي انا في هذيك الوقت كان جاني غريب شويه. قال لي يا بنتي واش كتآمني بوجود السحر والجن؟ انا بطبيعه الحال قلت ليه كاينين ومذكورين في القران، الجن مذكور في سوره الجن والسحر مذكور في سوره البقره. تما با كان قال لي ايوا بنتي انا شاك بلي انت معرضه لواحد من هاد الجوج، وضروري خاصك الرقيه واللي يقرا عليك القران. انا تما قلبي بدا كيضرب بالجهد وكنحس بلحمي كيتبورش وكنهضر مع با، ومره كنقفز من بلاصتي، ما عرفتش علاش ولا شنو داكشي اللي كان في الجسم ديالي. كنقول ليه لا راه ما خاصني لا رقيه لا والو، غير كيبان ليك انا بخير الحمد لله. وبا كنلاحظ الحركات اللي كندير، وكان جاني نيشان وقال لي انا جبت معك الموضوع بنتي باش غادي نمهد ليك بلي السيد اللي غادي يرقيك كاين في الدار التحتانيه. انا غير كنت باغي نعلمك، ولكن دابا راه اكدتي ليا بلي انت محتاجه الرقيه. ايوا تخيلوا معايا با خرج من البيت باش غادي يهبط غادي يكلم السيد، انا نطت من بلاصتي كنترعد ما قاداش نتحكم في الجسد ديالي، درت عليهم ساقطه من الداخل باش ما يدخلوش، وكانت عندنا واحد الساقطه صغيره في الباب. ملي با بغا يحل الباب ولقاه مسدود عيط ليا المره الاولى فاطمه الزهراء حلي الباب، قلت ليه لا. المره الثانيه فاطمه الزهراء حلي، عاوتاني قلت ليه لا ما غاديش نحل وكنبكي. المره الثالثه ضرب الباب برجلو حتى تلاحت الساقطه قدامي. دخل با ومعاه واحد الراجل ضعيف وقصير لابس واحد الفوقيه ودار كاسكيطه على راسو. هما كانوا دخلوا وانا كنبكي وكنقول لهم خرجوا في حالكم انا ما مريضاش، خرجوا خليوني نبدل حوايجي شويه وغادي نعيط لكم. وبا دخل ما هضر ما تكلم، جر واحد الكرسي دار وحده الباب باش يمكن ما نهربش، والراقي جا حتى قرب ليا وبدا كيقرا عليا. من تما ما بقيتش عاقله شنو وقع حتى كنفيق على غوات امي كدابز هي وبا. كنسمعها كتقول ليه ما كانش عليك تزرب، سول راه اللي عنده فمو ما يتلفش. وبا كيقول لها واه صافي الله يهديك، اللي كان وحتى انا راه دارت بيا، مين غادي نعرفوا انا راه فقيه مشاويد. كيقول لها انا راه قالوا لي كيداوي الناس اللي عندهم امراض روحانيه، انا كيحسب لي كيعالج بالقران. وصافي با كان سكت وامي بقات كتنقر لا مزيان تبارك الله، ولينا كندخلوا المشعوذين للقلب دارنا. انا ملي فقت كنت مدقدقه ما قاداش نتحرك بحال شي واحد ضربني. عيطت لمي سولتها شنو واقع. اخر حاجه عقلت عليها هي ملي دخل عندنا داك الراقي. تما امي قالت لي ما تخافي والو راه غير سخفتي يا بنتي، ما كاين حتى شي حاجه، راه قرا عليك شويه وخرج في حاله. انا في ديك اللحظه ما كنتش عمرت راسي بالموضوع، باغي غير الناس. جاني واحد النعاس عجيب، حتى شبعت نعاس مع راسي وفقت عاد سولت اختي اشنو وقع.
حيت على حسب ما سمعت ملي جا الفقيه حتى هي كانت جات وكانت حاضرة. إيوا تما ختي كانت قالت ليا بلي هاد الفقيه راه ماشي فقيه وإنما كان رجل مشعوذ كيداوي السحر بالسحر. ملي دخل ما كانش كيقرا عليك القرآن، كان كيقرا عليك شي طلاسم هما اللي يمكن خلاوك تغيبي، ومن بعد وليتي كتهضري بصوت مرا كبيرة في السن وكديري شي حركات في شكل. وباش كملها هذاك الفقيه كان كيكتب ليك في يديك شي حاجة، عود كيغطسو في شي ما وكيكتب بيه في كف يديك بجوج. تما امي كانت بغات تجريه على الفقيه ولكن با ما خلاهاش، قال ليها دابا اللي عطاه الله عطاه، خليه يكمل ويخرج في حاله، عمرو غادي يعاود يدخل هنا. قال لها غادي تخافي غير نجريو عليه ويصدق شد معنا الضد ودير شي حاجه لولادي باش ينتقم منا. داك الليله ما بغاش يديني النعاس حيت نعست بنهار. بقيت فايقه ومره كنهز التليفون كنجاوب ولد عمي على الميساجات اللي كان كيرسل. مره كان كيسول فيا واخا كنا فسخنا الخطوبه، انا كنت متفاهمه الموقف وعاد راه راسي، حيت حتى شي واحد ما يبغي حياته تخربق بحال هكا. اولا مثلا غادي يتزوج بوحده مريضه، الناس كتبغي تبدا حياتها بسعاده ماشي بالمرض والنكد، وماشي اي مرض، يعني المرض ديالي راه كاين في شكل. المهم جاوبتو على سؤالو وخليت امي ناعسه معايا في البيت ونط للكوزينه باش غادي ناكل. هذاك النهار كنت حسيت بالجوع حيت ما طاحتش الضغمه في فمي. إوا كليت اللي قسم الله في الكوزينة نيت، ومن بعد مشيت للحمام ماشي للمرحاض. الحمام كان فيه واحد لابابو، مشيت باش غادي نحك سناني باش غادي نمشي لبلاصتي نتكا. ما انا هزيت الشيته ديال السنان باش غادي نحك سناني حتى كتبان ليا الزروقيه تحت عيني، هذيك الزروقيه ديال الصهير وقله الراحه ولايا. قربت وجهي من المرايه مزيان، حتى غادي تقولوا قربت نلاصق وجهي معاها، كنشوف تحت عيني كيف ولاو. وفي واحد اللحظه صراحه ولاول مره غادي توقع ليا ولا غادي نديرها، بقيت كنشوف المومو ديال عيني، هذيك النقطه الكحله كنشوف وكنحقق جاتني شي حاجه غريبه فيها، بحال ماشي انا اللي كنشوف وبحال كاين شي واحد كيشوف معايا من عيني من الداخل. حتى لواحد اللحظه غادي نشوف وجه اخر في بلاصه وجهي، وجه مرا كيخلع عينيها كاملين وجهها بحال وجهنا، اللي عاقله عليه هو غوت بالجهد وصافي ما بقيت عاقله على حتى شي حاجه. بقيت هكاك تقريبا شي 15 يوم وانا كنعاني نفس المعاناه، كل مره كنشوف هذيك المرا وكنطيح، مره كنبقى نغوت، مره نغيب، حتى النهار اللي كنت ناعسه وحلمت بنفس المرا اللي كنشوفها ديما جات عندي لبيتي وبقات كطبطب عليا وكدوز يديها على شعري. قالت لي في المنام ما تخافيش انا غادي نبقى معاك ديما بحال خيالك، غادي تفرقني معاك غير الموت. وانا في الحلم كنت خايفه منها وكنحاول نهرب منها غير في الدار، كنجري من بيت لبيت وكنقلب على شي واحد غادي يعتقني منها، حتى غادي نحل البيت ديال الضياف وغادي نلقى عزيزه جالسه تما وشاده واحد الحنش كبير بين يديها، غير شافتني لاحت عليه هذاك الحنش عضني من وجهي. فقت من هذيك الحلمه وانا كامله عرقانه، والغريب في الامر هي امي كانت جالسه ليا حدا راسي وكتحرك فيا اللحظه اللي حليت فيها عيني. قالت لي بسم الله عليك راه كنتي يمكن كتحلمي بشي حاجه خايبه. تما انا قلت ليها وعاودت ليها الحلمه كامله من الاول حتى الاخير. امي غير سمعت الحلمه ديالي مشات من البيت، عرفتها غادي تكون قالتها لبا. ايوا راكم عارفين الوالدين مساكن حسوا بيا بلي معاناتي كبرات وما بقيتش قاده نعس ولا نرتاح بحال الناس. با عاد ضاعف الجهود ديالو، بقى كيقلب وكيسول على شي راجل متقي الله اللي غادي يرقيني، حتى الحمد لله غادي يلقاه وغادي يجيبو عندنا للدار. هذا الراقي كان كيجي عندنا مره في السيمانه، فين ما كيجي كيبدا يقرا غير القران، وهادشي طبعا قالوه ليا غير عائلتي حيت انا غير كيبدا كيقرا عليا كنغيب ما كنبقى عاقله على والو، وحتى الهضره ما كنت كنقول والو غير كنبقى نغوت بحال كنتعذب. حتى الحصه الثالثه عاد قالوا لي بلي ملي غيبت هاد المره بديت كنهضر بصوت راجل ماشي صوت مرا بحال هذاك النهار، صوت الجن كيقول لهم بلي انا ملبوسه من طرف جوج ديال الخدام ديال السحر المدفون ومكلفين باش يحرسوا هذاك السحر اللي دار ليا وغادي يخربوا ليا حياتي ويديروا ليا تعطيل الزواج. بقيت كنعاني معاناه عالم بها غير الله سبحانه وتعالى. هذيك الرقيه ما نفعتني بوالو، السيد كيجي كيرقيني كتبقى تعاود نفس القصه وعاوتاني كيمشي وكنرجع للعذاب، حتى النهار اللي غادي توقف عليا امي وغادي تقول لي نوضي توضاي باش تصلي. وصراحه حتى الراقي اللي كان كيجي عندنا كينصحني باش نقاوم راسي ونصلي، ولكن انا ما كنتش كنبغي. المهم امي كانت بزاف عليا، نضت توضيت وهي واقفه عليا بحال تقريبا كنت كنتوضا بزز مني، كتبقى تدفعني وتبرك عليا باش نتوضا، وهي اللي لبساتني عبايه الصلاه وفرشات لي الصلايه وانا كنبكي وقلبي كيضرب بحال ما نعرف اشنو غادي يوقع ليا. في الاول ملي كنت كنبغي نصلي ما كنتش كنقدر، مره مع يلاه كنقول الله اكبر كنطيح، مره يلاه كنبدا نقرا سوره الفاتحه كنسكت وكنبدا نبكي، وكنت كنبقى نشوف الحيوانات كيدوزو قدامي فين كنصلي.
ورغم ذلك أمي بقات مصرة أنني خاصني نصلي بزز منها، بقات معايا على هداك الحال تقريبا مدة ديال 3 شهور، وحنا ديما كنحاولو كنفشلو حتى الحمد لله وليت كنقدر نكمل صلاتي، واخا كنت بعض المرات كنسى الصور الصغار حتى الفاتحة كنساها، ولكن بالمساندة ديال مي مسكينة كانت كتكون جالسة جنبي غير كنغلط ولا كنسكت كتبدا كتقرا معايا حتى الحمد لله توفقت. ما غنقولش لكم أن حياتي ولات حياة زوينة ورجعت الأمور كيف كانت، كانوا بزاف ديال العقبات في حياتي، غير هو هداك الكره الشديد اللي كنت كارهة قرايتي عائلتي ما بقاش، وغير وليت كنصلي بحال هداك الإحساس اختفى. رجعت لقرايتي ورجعت كنخرج مع عائلتي من بعد ما كنت غير سادة عليا في الدار، وحتى نفسيتي تحسنت ولله الحمد، كنضحك كنجمع مع دارنا كنجلس معاهم بالسوايع إلى آخره. من بعد مدة عامين ونص على هاد الواقعة، واحد النهار ولاد المنطقة اللي ساكنين فيها قرروا غادي يديروا حملة تنظيف للمقبرة اللي كانت قريبة لينا، هي فين كندفنوا فيها إلا مات شي واحد من الجيران أو لا قدر الله من العائلة. كانوا كينقيو المقبرة ولقاو بزاف ديال الأسحار دايرينهم الناس اللي مكيخافوش الله وما دايرينش بحساب يوم الحساب وعند بالهم أن الدنيا دايمة. من بين هادوك الأسحار اللي تلقاو كانت صورتي، أنا كنت شفتها ماشي صورة مخودة من مواقع التواصل الاجتماعي ولا غدا في الزنقة وصورني شي واحد على غفلة، كانت صورة صورتها أنا وبنات قسمنا كاملين بواحد المسابقة في الليسي جيت فيها أنا الأولى، كانوا صورونا حنا 3 الأوائل في صورة مجموعين ومن بعد كنا درنا كاملين بنات القسم صورة جماعية، وللمعلومة كانت مصورة معنا حتى عزيزة، يعني أي وحدة تصورات في هاد الصورة عندها الحق تاخد منها نسخة من عند المصور. وأصلا أنا شكون غادي يأذيني من هاد البنات كاملين من غير عزيزة، وشكون عنده الشعر ديالي ويحلف حتى يأذيني من غير عزيزة نهار تنافست أنا وياها. الدراري ملي لقاو هادوك الصور وحيت كانوا كيعرفوني صيفطوا لبا كنمشي عندهم حتى للمقبرة ووراوه هداك العجب اللي كان عبارة على صورة ديالي مكتوبة كاملة بالقطران ودايرين فيها قفل، واليد ديال القفل كانت كلها دايرة بشعر زعر بحكم أن شعري كان لونه زعر يعني باين ديالي. المهم بون ملي نمشي عندهم كنلقى معاهم واحد الشاب حامل كتاب الله، كنقرا على داك الشيء كامل وكانوا هرسوا حتى هداك القفل اللي كان ما بغاش يتحل ليهم، وغير وصل عندهم با كانوا عطاو هداك السحر، داروا في ميكا وجابوا لينا حتى لباب الدار شفناه بعينينا، كنا خرجنا حنا للباب شفناه ما بغاش يدخل وهو عنده، ومن بعد كان دا عند نفس الراقي اللي كان متبع معايا شحال هذا زاد قرا على هذاك التشعويذ حتى تبطل وعاد لاحوه. من بعد شهر وشي ايام على ابطال هذا السحر كان رجع طلبني ولد عمي للزواج وقبلت عادي بلا تخوف بلا والو، والحمد لله امورنا كانت تيسرات تزوجنا وحاليا عندنا وليدات. اما بالنسبه لعزيزه انا كنت متاكده منها هي مولات الفعله، ولكن ما قربت ليها ما آذيتها، وكلت عليها الله هو خير وكيل وهو اللي غادي ينتقم ليا منها. واخا كانت تحولات هي وامها من حومتنا بقاو في نفس المدينه ولكن كانوا بدلوا المنطقه ومشاو لمنطقه اخرى بعيده شويه، واكيد واخا بعدات علينا ولكن راه ما بعيداش على الله وربي اكيد غادي يتولاها. هنا غادي نكون وصلنا لنهايه قصه اليوم. الا عجباتكم ما تنساوش ديروا لايك باش تزيدوا تشجعوني، وقبل ما تخرجوا واللي مهتم بالامر يهبط الاول تعليق ويشترك في قناه الاخت ديالي، غادي نكون ممنونه لاي واحد اشترك عندها في القناه وساندها. ما سخيتش بكم ونتلاقاو في قصه جديده ان شاء الله.